تعرف ان التكنولوجيا في اليابان وصلت لاغرب مكان ممكن تتخيله، حتى الحمامات، وده لان الحمامات الذكيه هناك رمز للنظافه والراحه. الكرسي نفسه متصل بالكهرباء والذكاء الصناعي، ومقعد الحمام بيسخن لوحده في الشتاء، يعني لا هتحس ببرد ولا اي مفاجآت مزعجه. وبعد الاستخدام بيبدا البخاخ المائي في التنظيف، الميه دافيه والضغط تقدر تتحكم فيه. موجود كمان زر مخصوص للتجفيف بالهواء الدافي، يعني كل حاجه بضغطه زر واحده. في كمان ميزه ازاله الروائح فورا، وبعض الانواع فيها عطر خفيف بيشتغل تلقائي. الاغرب بقى ان الكرسي بيعرف انك قربت منه، فتلاقي الغطا بيفتح لوحده كانه بيقول لك اهلا. وبالليل الاضاءه بتشتغل تلقائي اول ما تدخل الحمام، وكمان موسيقى بتشتغل علشان تخفي اي اصوات. اليابانيين شايفين الخصوصيه جزء من الراحه، والحمامات دي منتشره في البيوت والفنادق والمطارات. الشركه الاشهر هناك اسمها توتو، اسعارها ممكن توصل لاكتر من $1000، والتكنولوجيا دي بقت تصدر للعالم كله، وبعض الناس بتسميه الحمام الفضائي. تخيل مكان صغير يجمع النظافه والفخامه والذكاء مع بعض، لان حتى الحمام هناك فيه عبقريه يابانيه حقيقيه، وده لان التفاصيل في اليابان مش رفاهيه لكن اسلوب حياه.